أقامت إدارة نادي القادسية اليوم في الخبر احتفال بمناسبة إعلان الكونغولي ليس موتينيس لإسلامه ولتوديعه بعد رغبته بإنهاء عقده وتنازل عن كافة مستحقاته ليكمل علاجه في فرنسا، بعد تواصل وكيل أعماله المغربي مهدي مراد مع إدارة نادي القادسية بهذا الخصوص. وقدم النادي كامل الأمنيات للاعب بالتوفيق في حياته القادمة. الزميل عبد الله العمري طبعا حضر هذه المناسبة. وين لقطات يا شباب؟ ايوه خلوها. خميس الزهراني وش ناخذ تعليقك؟ هذا ثاني لاعب اظن او ثالث لاعب هذا الموسم. والله اول شيء نحمد الله عز وجل ان من على هذا اللاعب بنعمة الاسلام، هذه نعمة لا يعادلها اي نعمة، لا رواتب ولا حوافز ولا اي، ان الله عز وجل من عليه بالهداية للاسلام، هذه نعمة كبيرة. اشكر واهني كل من ساهم في هذا العمل اللي اسال الله ان يلقاه في ميزان حسناته. هذا الاخ عبد الله البطغيش نائب الرئيس موجود ايضا في الصوره. نعم، واسال الله ان يبارك له في عمله وان يجدها ان شاء الله في صحائف اعماله ان شاء الله يوم القيامه. وما شاء الله لو انا موجود معهم كان خليته يدعي لي، لان هذا الرجل الان بدون ذنوب بدون معاصي، رجل على ما قالوا يعني العداد على الزيرو، فاسال الله ان يتقبل منه ويثبته. قضية الثبات ونقل الصورة أحيانا ترى مسؤولية اللاعبين ومسؤولية الرياضيين تجاه قصة نتاع حكايتي مع الإسلام بدأت من يوم كان في المغرب، كان عايش معهم في المغرب بالطبيعة، هم مسلمين، وفي مباراة صام مع اللاعبين رغم اللي هو مش مسلم، ما صام مع اللاعبين وحس بوجاعة كبيرة في بطنه وقت المباراة. من وقتها بدأت فكرته على الإسلام وبدأ يحب يدخل الإسلام وبدأ يلوج شنو هي حكاية الإسلام. لا كنت وي جيتي افيك يوم كنت مع أحمد الوكيل أعمال نتاعو، كان معه في مول وشاف الصورة نتاع مكة، حس بشيء وقال له إن شاء الله نكون هناك وإن شاء الله بقدرة ربي نعلن الإسلام نتاعي ونكون هناك ونروح للمكان هذاك. جو في كونتينيي ما ميسيون كي يقول لك الحين أنا انصبت قدر الله وما شاء فعل، وبالنسبه لي انا الحين راجع لفرنسا باش نتعالج، لكن هذا مش ما راح ياثر على اسلامي، وراح نكمل نصلي على روحي واموري طيبه، وان شاء الله باكش السنه الجايه نكون موجود زاد هنا في السعوديه، ما عندي حتى مشكله. اول ما نوصل فرنسا اول حاجه نسويها هي اني نحمد ربي اني وصلت سلامات، واول حاجه كما قلت لكم من اول هي الصلاه، وباش نستدعى اصحابي ونسوي ونقول لهم راني خلاص صرت منكم وصرت مسلم زيكم، ويجيوا عندي ونعملوا حفله صغيره. اون بليس ان شوز بالنسبه لي انا نحب نتوجه بالشكر لرئيس النادي والنائب الرئيس والاداره الكل والفريق، صاروا زي اصحابي، ويقول لك انا لاحظت فيهم غير انه كوره وغير هذا كله الانسانيه نتاعهم، اهم شيء الانسانيه نتاع اللاعبين والناس اللي دايره بها لنا. لذلك نشكر الإدارة ونشكر الطاقم الفني ونشكر اللاعبين اللي هم ولاو زي إخواني، والتجربة هذه ما راح ننساها، والتجربة هذه تحفرت في قلبي.